السلام عليكم أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. اليوم جيتكم بوصفة كيكة الطبقات. وصفة جد بسيطة، المكونات تاعها موجودة في كل دار. يعني الطريقة سهلة، ونحضرها يعني في وقت بسيط جدا. أنا يعني درتها للقهوة تاع العشية، يعني حضرتها في وقت يعني جد بسيط. والطريقة كما قلت لكم سهلة وبنينة، يعني تجي تذوب في الفم. الشكل تاعها ثاني جا يعني جا ما شاء الله، كما راكم تشوفوا الشكل تاعها ثاني جا باهي. هذا هي الطريقة تاعنا لنهار اليوم. نبدأ بسم الله على بركة الله بالوصفة مباشرة. هنا جبت عندي 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هذه دايما يعني معلومة يعني لبالكم بها، هكذا باش القاطو تاعنا يجي ناجح 100%. هنا درت كاس تاع السكر، درت شوية تاع لافاني ليكيد، اللي عندها غبرة دير غبرة. هنا جيت ندير شوية تاع لارون تاع القارص، لقيت ما فيهاش يعني قلت راه برك. المهم اللي عندها دير، اللي ما عندهاش تستغنى عليها دير. القشور تاع القارص تربيهم وديرهم. هذا ما كان. انا راح اخلط السكر تاعي حتى يبيض لي هذاك الخليط ويذوب السكر مره، ومن بعد نبدا نضيف في الزيت تاعي بشويه هكذا بالتدريج، ونخلط حتى نتحصل عفوا على خليط يكون يعني خفيف. هنايا بعد ما خلطت السوائل نروحوا للنواشف. هنا درت مغرفة كبيرة تاع نشا، درت فيها باكي ونص تاع خميرة تاع الحلوى. درت باكي يعني تاع وزن 10 غرام. يعني درت انا 15 غرام تاع الخميرة تاع الحلويات. هنا راح نخلط هذه المكونات يعني مليح مليح هكذا بالفوي. تقدري تستعملي الباتر. هنا بالفوي فقط يعني راح تحصلي على نتيجة يعني ناجحة. هنا جبت كاس تاع الفرينة غربلته، وبديت نخلط في الخليطة تاعي حتى دخلت لي هذيك الفرينة كامل. من بعد جبت اناء واحد اخر. كما نقولوا حنا قسمت فيه الخليط على نصفين هكذا. الخليط الاول راح نضيف له ملعقه كما نقولوا حنا مغرفه كبيره ونص تاع الكاكاو هكذا، مغرفه ونص. ونبدا نخلط في الخليط تاعي حتى ندخل كامل هذاك الكاكاو مع العجينه كما راكم تشوفوا. ومن بعد ضفت كاس كامل تاع الفرينه. هنا ادت لي هذا الجزء تاع العجينه اللي بالكاكاو، ادت لي كاس ونص تاع الفرينه، يعني مع الكاكاو يعني نقولوا احنا 2 كيسان. نص فرينه ونص كاكاو ومع كاس صافي. هنا 2 كيسان من نواشف كما راكم تشوفوا. هنا راني كملت نص النص اللي بقى لي في الكاس ما درتوش. درت هنا كاس ونص تاع الفرينه مع مغرفه ونص تاع الكاكاو الى 2 مغارف هكذا. نتحصلوا على العجينه تاعنا تكون ما هي يابسه ما هي طريه، يعني غير ما تحكم روحها فقط. نحبسوا العجن هكذا. نحاول نلم كامل العجينه تاعي، وهنا دائما ثاني تولي على حساب الفرينه وعلى حساب حجم البيض. كما نقولوا حنا العجينه تاعنا باش نقدروا نتحكموا فيها. هنا المهم العجينه ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. شوفوا القوام تاعها يعني يكون طري. هنا درت لها شويه تاع الزيت هكذا باش ما تتلصقش وحطيتها بجيه. نروحوا للنص الثاني تاع العجينه، درت له مغرفه كبيره تاع الكراميل، نسلي كراميل. هنا هذه الخطوة اختيارية، تقدري تستغني عليها، بصح راح يعطيها نكهة يعني رائعة جدا. انا خلطت الكراميل مليح مع هذيك العجينة، ومن بعد بديت نضيف في الفرينة. هنا درت الكاس الاول ونبدا نلم في العجينة تاعي. هنا كما قلت لكم النصف الثاني تاع العجينة هذا دالي 2 كيسان بالضبط تاع الفرينة. هنا الكاس الثاني يعني ضفته بالتدريج حتى تلمت لي هذيك العجينة.
نحاول نلم العجينه تاعي كما راكم تشوفوا. هكذا حتى تتلم لي كامل هذيك العجينه. ودرت لها شويه تاع الزيت، وشوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه، يعني يكون طري ما يكونش يابس. هنايا نجيب بابي كويسون او ورق الطهي. نبدا نحل في العجينه تاعي السوداء، يعني نبداو بها هي الاولى، نحلوها كامل على هذيك الورق تاع الطبخ. هذه الورقه يعني كي قلتها على البلاطو تاعي اللي راح ندخلو للفرن. هنايا حاولت هي ثاني الورق الطبخ، هذا الورق الطهي تاعك حاولي تكيليه على البلاطو اللي راح تدخليه للفرن، هكذا باش تجيك العجينه تاعك تجيك سوا مع البلاطو. هكذا كل ما نحلها نحاول نسقم لها هذوك الحواشي باش تجينا قد كما راك تشوفي. نديرها كامل يعني متساويه. نحط هذا العجينه بجيه ونجيب نحل العجينه البيضاء بنفس الطريقه، نحاول نعدلها من الحواشي هكذا باش تجينا مسقمه وتجينا يعني قد مع هذاك الورق تاع الطبخ. هكذا كل مره نعدلها مع الحواشي هكذا حتى تجينا العجينه قد. من بعد نجيب هذيك العجينه الاولى الشيكولا او السوداء، ونحطها فوق العجينه هذه البيضاء، نحاول نحطها قد ونضغط عليها هكذا شويه، ومن بعد نطبقها على زوج كما راكم تشوفوا هكذا باش يجيونا الطبقات، ونزيد على 4 هكذا. يعني طريقة جد سهلة هكذا باش يجيونا هذوك الطبقات في العجينة. ونزيد نحلها على هذاك الورق تاع الطهي، نحلها قد يعني كما قلت لكم انا كي قلتها على البلاطو باش تطيح لي قد مع البلاطو. هنايا نحل العجينه ثاني بنفس الطريقه، نحاول دائما نسقم الحواشي تاعها هكذا باش ما يخرجوليش على الورق، ونضغط هكذا. وحاولوا ديروا الجوايه كامل كيف ما ديروش جهه اكثر من جهه باش تجيكم العجينه كامل في نفس المستوى. ونعدل هكذا بشويه، ولا غير طريقه سهله يعني راح ديريها في وقت يعني في وقت بسيط جدا. هنا كملت كيما راكم تشوفوا درتها قد. هنا بالكوبات فقط حاولت نسقمها هكذا باش تجيني السطح تاعها متساوي وما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه، باش كي يطيب لي الحلوى تاعي يطيب لي في نفس المستوى. هنا سخنت الفرن على 180 درجه، راح نخليها تطيب حتى تحمر لي من تحتها، ومن بعد ما تحمر لي ونشوفها نشفت مره نشعل لها من الفوق. هنا بعد ما طابت لي بعد ما حطيت الكاطو تاعي طيب، ذوبت شويه شيكولا حوالي 100 غرام، ضفت لها مغرفه صغيره تاع المارغرين وشويه تاع الحليب هكذا باش نجريها. يعني لهنا ضفت الحليب لان الكميه تاع الشيكولا عندي قليله، وكثرت الحليب هكذا باش تطيح لي يعني مع الكاطو تاعي قد. نتوما الا عاد عندكم كميه تاع الشيكولا بزاف يعني تقدروا تستغناو على الحليب ولا ديروا مغرفه واحده فقط تكفيكم. هنايا نروح نكمل بعد ما طابت لي الحلوى تاعي، نروح نكب عليها هذيك الشيكولا ونحاول يعني ندهن بها السطح كامل تاع الكاطو تاعي. هنا ديري واش متوفر عندك، لا عاد ما عندكش الشيكولا تقدري ديري المعجون البنوات كوكو ولا كاوكاو
هنايا التزيين يبقى اختياري. هنا ثاني كيما عنديش الشيكولا البيضاء درت في بلاصتها تاع الكراميل. هي من احسن تجي الشيكولا بيضاء هكذا باش يجيو هذوك الخطوط واضحين، خير من تاع الكراميل. يعني تاع الكراميل ما جاوش هذوك الخطوط واضحين مليح. انت ديري لا عاد عندك الشيكولا بيضاء ديري بيضاء، لا عاد ما عندكش يعني تقدري ديري غير الشيكولا فوقها شويه كاوكاو ايفيلي، نوات كوكو، الحاجة اللي عندك في الدار يعني ديريها هكذا باش ما تحيريش روحك وتقولي هذه ما عنديش هذه ما عنديش. وش متوفر عندك في الدار ديري. انا هذا المكونات كامل كانوا عندي في الدار يعني ما كلفتش روحي مرة. هنا نجيب هذاك المول تاع الصابلي المربع. حاولت يعني باش يجوني الحبات يعني كامل كيف كيف. حاولت نطراسي فقط المول باش تجيني الحبة قد قد. كملت هكذا قطعتهم كامل خليتهم بردولي شويه. بعد ما قطعتهم خليتهم بردولي بردت شويه هذيك الشيكولا وقطعتهم كامل درتهم في البابي كويسون. وهذه هي النتيجه تاعنا. الكاطو جاب الطبقات يعني جا بنين ما شاء الله كما راكم تشوفوا وجا زكي يعني مام الشكل تاعو يعني جا باهي جا ما شاء الله. وخاصة الذوق ركزوا لي على الذوق جا تحفة يعني جا يذوب في الفم. البنة تاع الشيكولا مع تاع الكراميل يعني جا ما شاء الله. والشيكولا هذيك ما جاتش يعني يابسة هكذاك تتقرمش في الفم يعني جات طرية مع هذاك الكاطو. يعني تقول راكي تاكلي في المسكوتشو ولا. وهذه هي وصفة تاعنا لنهار اليوم. ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنسوناش بالاعجابات ولا عجبتكم ما تنسوهاش تبارطاجيوها مع احباباتكم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله ودمتم في رعاية الله وحفظه.